لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. السلام عليكم ورحمة الله. برزان خوش حالم لواني نوصد هشت لواني كان تفسير القرآن في رزبهم وخزمتان بما بس رزامة رب العالمين وهي ودارم إيوي آزي السودي لول بقرن. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كفروا بآيات الله فأخذهم الله بذنوبهم إن الله قوي شديد العقاب. والله خوشوستان خوي سبحانه وتعالى لو آتدا وكل واني راب جوج لك كما قال خزمتي دابوين تفرمي أوي أوان ديكن أواني سراني قريش ديكن برانبر ببيغمبر صلى الله عليه وسلم وكو عادتي بردوامي آل فرعون أواني بيشي آل فرعون بون كوا كفريان بآتكان رب العالمين كر لنتيجة دا خوي قورة أخذهم بذنوبهم خوي قورش بقناه تاوانكاني أواني سزادا لبرو بيقومان الله تعالى شديد العقابة. الله تعالى كعقاب دا وسزادا زهربة دي وكلا تفسير قاسم دي كفروا بآيات الله فأخذهم الله تعالى آني بردو أي قبل يوم القيامة كواتا اللي يرد باز لباسي سزاي دنيا دكا أي فأخذهم الله قبل يوم القيامة لبيش قيامتش خوي يقول لدنيا سزاي نادى سريان سزاي نادى سر آل فرعون واني بيش آل فرعون وكو قوم نوح أقوى مكان كي كافر فأخذهم الله بذنوبهم بقناه تاواني أوان كاتب السبب قناه تاواني كان يا خوي يقول سزاي نادى سريان أي كما أخذ هؤلاء لأنهم اشتروا على معاصي كاتب هروك خوي يقول أواني برد نوا هروكو لبر أوي كاتك جرأتيان كر معصيتي خوي يقول بكن بما رأوا لأنفسهم من القوة كاتكوا وان دانا وان بهيزن وكو خوي يقول من دجرت لا صورتي فصلات كوا قوم عاد دانقو من أشد منا قوة شهي لما بهيز تربي ترخوي يقول فضعفهم إظهارا لقوته ترخوي يقول ضعيف كردنو سزايدان تاوكو قوتي خوي بديار بيخي رب العالمين إن الله قوي شديد العقاب. وكل تفسير قاسم دل مهايم ميدل تأخير العذاب إنما يكون للرحمة يترزور زاري شوية خوي يقول سبحانه وتعالى عذاب تأخير دكا لسر كسانك وشايستا عذابا لبو رحمته يعني للروانجا رحمته لكنه لما اشتد عنادهم رمكاتك أوان عناديان يقزار زوربو اشتد غضبه الله تعالى غضبي تندبو لسريان لأنه شديد العقاب لمن اشتد عناده معه يتركسيك زور عناد ببرنبر بأ الله تعالى عقابي تندي ددا فلا يكون في حقه رحمة تل حقي رحمتنا من وبلكو مستحق بعذاب. وكل محرر ضليل وإنما خص آل فرعون بالذكر وذكر الذين أهلكوا به وهو إغراقهم لبرسي خواه يقول بتايبتي باز لآل فرعون دك أخو كافر كان كشبيشوي أقوى مكانتك خواه يقول عين بعذاب لنا يبردينا وذكر الذي أهلكوا به وهروها باسي لو عذابش دكا كوا بيلنا يبردن وكل آيات كدوات رجده كوا غرقي كردن لأنه انضم إلى كفرهم دعوة الإلهية والربوبية لغير الله تعالى. لبروي فرعون بيت قالوا وكو أو كان كافر بو وكو أو كانت كدجاتي بيغمبري ذكر عليهم الصلاة والسلام لقل أو كفر شيء ادعاء خوايتي ذكر والعياذ بالله فكان ذلك أشنع الكفر وأفضعه إتر أويان خرابترين زور كان كفر ترسناكترين زور كان كفر كوا ادعاء خواتي بك والعياذ بالله.
بەڵێن جا خوای گەورە سبحانه وتعالى لە دواوە دەفەرمی ذلك بأن الله لم يك مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وأن الله سميع عليم. تر خوای گەورە سبحانه وتعالى سنەتی وایە کەوا هەر نعمەتێک کە بە کەسێک یاخود بە قەومێک دەبەخشی ئەو نعمەتان لێوەرناگریتەوە مەگەر بە خۆیان شتێکی وا نەکەن کەوا شایستەی ئەوە بن کەوا خوای گەورە ئەو نعمەتان لێوەرگریتەوە و بە عەزاب بیگۆڕیتەوە ئیتر الله تعالى دەبیستی و ئاگادارە. تر وەکو لە تەفسیر قاسم دێ ذلك أي التعذيب الذي علم كونه مؤاخذة بالذنوب. تر ئەو عەزابەی کەوا خوای گەورە کەسانێک دەباتەوە بە سەبەبی گوناهەکانیان بأن الله بسبب أو كوا أنه تعالى لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم بتبديله إياها بالنقمة كوا تخواي جور أو نعمتي كوا بكسان شي بخشية خواي جور سزان نادا كاتك أو نعمتي دقوريتو بنقمته بعذاب إلا بسبب أو مجر بخويان بيجورن بوي كوا خوان مستحق بكن بو عذابه. وكل تفسير قاسم ذلك العذاب الذي أوقعه الله بالأمم المكذبين أو عذابك رب العالمين هناي بسر كسانيشي كوا پیغمبران بدرود الزاني وأزال عنهم ما هم فيه من النعم والنعيم إتلا لنتيو عذابا أو ناز نعمتي كتيدابون رب العالمين أزال عنهم لي ورقرتنوا بس بسبب ذنوبهم بسبب گوناهکان و تغییرهم ما بأنفسهم ئیتر ئەوان بەخۆیان گۆڕیان مقابل بە نعمەت پێویستە شکرانەی بکەن ئەوان کوفریان کرد ئیتر خوای گەورە سبحانه وتعالى فإن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم من نعم الدين والدنيا کەواتە هەر نعمەتێک لە نعمەتی دین و دنیا کە خوای گەورە بە کەسێک دەبەخشی خوای گەورە سبحانه وتعالى وەرناگری بل يبقيها ويزيدهم منها ناز نعمەتێک کەوا لە ڕووی دینەوە یان لە ڕووی دنیاوە خوای گەورە پێتی بەخشیە خوای گەورە دەیهێڵیتەوە بەڵکو زیاتریشت پێ دەبەخشی ئین ازدادوا له شکرا ئەگەر شکرانە بژێ لەسەر بکەیت لە نعمەتی دین و دنیا کەواتە نعمەتی دنیا ئەوە دیارە نعمەتی دینیش کە خوای گەورە توی مۆفەق کردە لە بۆ ئەوەی کەوا جۆرایەلی الله تعالی بکەیت علمێکی پێت بەخشیە هەر ناز و نعمەتێکی علمی یاخود دینی پێتی بەخشیە ئی هەندێکەوە شکرانەی لەسەر بکەیت بەڵام ئەگەر پێی مەغرور بووی داتا پال نفسی خوتو ندا پال الله تعالى سبحانه وتعالى ياخذ بهوي او كلا شرعي خوا شارزاي بس فرتوفيلو وكو دلي حيله شرعي بيبكي خوا يقول ليد وردغريتوا خوا يقول ليتي وردغريتوا خوا يقول او نعمتي دغوري بنقمل سرت خوا بنامندا وكو ناز نعمتك هاي دنيا كاتك ولا زي جاي خوي بكارنينا شكراني خوا لسر نكر خوا يقول سبحانه وتعالى ليد وردغريتوا حتى يغيروا ما بانفسهم حتى يغيروا ما بأنفسهم وكل تفسير قاسم من موجبات تلك النعم من اعتقاد أو قول أو عمل كواتا مگر بخويان بيغورن لو كوا تسل روي اعتقاد ويرو باور وتسل روي قصوة تسل روي عمل موجبات تلك النعم واتا موجبات بيدا يستكان أو نعمة ويك أتبدل بيبزاني بزمان اعتراف كوا نعمة خوايا أو جاب عمليش لا طاعت خواي جوري صرف كي برام كواد نكرت هو التغيير لبو ناز نعمة خواي جوري لبو كفر لنتيجة خواي جوري دوردقري توا وهذا إخبار عن تمام عدله وقسطه في حكمه وقسطه في حكمه كوات خواي جوري قاعدة ما لو باز ذكاء أو بري عدالته أو بري عدالته دادوري خواي جوري لحكم كاني برامبر بمندكاني بأنه تعالى لا يغير نعمة أنعمها على أحد الله تعالى هيز نعمتك وبنديش بخشية لسري ناغوري إلا بسبب ذنب ارتكبه مگر بسبب جناحك وأكس أنزام داوك خواي جورا لسورة الرعد إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم لا تفسير سعدي ضله حتى يغيروا ما بأنفسهم مگر أوان تغيير لخوان بكن التي من الطاعة إلى المعصية بوناز نعمتك خواي جورا بيتاني بخشية أصلها طاعة بكن أوان بيجورن بيكن معصية فيكفروا نعمة الله ويبدلوها كفرا إذن نعمة خواي جورا بجورن بكفراني بكن لزياتي وشكراني بكن كفراني بكن وقوت ما ناز نعمة خواي جورا أصل وايا بدل بزمان بعمل لطاعة خواي جورا صارف كأجر واد نكر
أو شكرانة نكر أوا براستي دبتا كفرانا لو حالتش فيسلبهم إياها يقول لهم وردقريت ويغيرها عليهم كما غير ما بأنفسهم ترخوا يقول سريان دا قوري أو نعمتي بنقمت هل وكب أخوان طاعة خواي قوريان قوري وبمعصية ولله الحكمة في ذلك يتر الله تعالى أو سنتيه للتعامل قلبا دكان أو فري حكمة تدا والعدل والإحسان إلى عباده أو فري عدالته أو فري ساكا لقلبا دكان هي حيث لم يعاقبهم إلا بظلمهم الله تعالى سزايت كسجنا هذا إلا لنتيجة الظلم كرني أو كسنبي وحيث جذب قلوب أوليائه إليه بما يذيق العباد من النكال إذا خالفوا أمره وأوقع إيش ما كلبوا بازدك لو يضلي بندكاني لو لا يخوي ضلي أولياء لبولا خوي بتشيشي ويكوا أجر مخالفة بكن آوايان بسر دي خوافنا من ده وكل محرر جدال إنما وقع عليهم أو سزاك بسر كسانش كافر دي لأنهم بدلوا نعمة الله كفرة بروي نعمة خواي قوريان قوري بكفر والله تعالى لا يغير نعمة دينية أو دنيوية أنعم بها على قوم خواي قوري سبحانه وتعالى أو نعمتيك ولا روي دين ويان لا روي دنيا وبكسيتش بخشي أخو بكسانك فيسلبها منهم لورناقرته ويحل محلها النقم والعقوبات لورناقرته لذاته أو نعمته أو عقوبان بدأ ونقمته مسربيني إلا بسبب تغييرهم ما بأنفسهم إلا بسبب وكوا أوان قران كارين لخوان كردية وكوا بالوقوع في الكفر أو ارتكاب السيئات تكسر أو ذاتوش كفر بوبي ياخذ جناه تاواني أنزام دابي خواي يقول لنتيجة أو نعمته لسد قواري أو نعمة ديني بي يا نعمة دنيوي بي وكو ابن عطية جدالي ومثال هذا نعمة الله على قريش بمحمد صلى الله عليه وسلم يعني سبحان الله يكلو نمونة جوانانا خواهي يقول أو نعمتي كر لسر لقل قريش كوا فخر العالمين محمد المصطفى صلى الله عليه وسلم لنا أوان هالبجار قولتين نعمته بلام أن لزيات شكرانا فكفروا كفر ينكر فغير الله تلك النعمة خواهي يقول سرياني قوري بأن نقلها إلى غيرهم من الأنصار أوان كقدر النظاني محاربش ينكر خواهي يقول أو نعمتي لها ورقرتوا خواهي يقول بيغمبركي وخوشويستكي صلى الله عليه وسلم برد لبو مدينة لأنه أنصاري دانا أوان قدر قيمة النظاني أو نعمة قوري لقريش ساندوا وأحل بهم عقوبته وهذا عقوبشي نادى السريان وأن الله سميع عليم وأن الله سميع عليم وكل قاسم دل أي فيغير إذا غيروا كاتق وان دقور النعمة بمعصية لجأت طاعة بمعصية خواهي يقول سبحانه وتعالى لسريان دقوري أو نعمتي بنقمة غضبا عليهم وكو غضبك بما يسمع منهم أو يعلم خواهي يقول سميع عليم دبيستي أو هانسدالين أقادار بحاليان لسر أساسي سمع علمي خواهي يقول كاتك وان ديقور خواهي يقول بسريان دا دقوري وأن الله سميع عليم لتفسيري سعدي دالي يسمع جميع ما نطق به الناطقون الله تعالى همو أوشتان دبيستيك وكسك نطقك دكا سواء من أسر القول ومن جهر به يتركسك بأشكراق صادك يأخذ بنهيني ويعلم ما تنطوي عليه الضمائر وتخفيه السرائر وأويك والناو سينجو دلو دروني كشاد رايتو أويش بيدزاني فيجري على عباده من الأقدار ما اقتضاه علمه وجرت به مشكواته خواهي يقول أوزا قدري خوي بسر بندكاني دا زاري دكا لقدر أوي كوا خواهي يقول دزاني طبعا كأقاداري هموش تشيانا دبستي لقدر أوش خواهي يقول سبحانه تعامليان لقل دكا أقر شايستي أوي بن كوا بابلين بسريان دابي أو نعمتان لورقتوبا نقمت خواهي يقول سبحانه وتعالى أو نعمتان لورقريتوا داي قوريتوا بنقمتي خوافنا من دا لا محرر دلي من عقوبات الذنوب كواتا أوي كوالو آت وردجيلي يجلس زاكاني جناح أنها تزيل النعم وتحل النقم نعمة لسربا دلادة دا لمقابل دا نقمة ديت السري وعذاب ديت السري فما زالت عن العبد هيتشتيك لبندور نجريتوا إلا بذنب هز نعمتك لبندور ورناجريتو إلا بجناحك نبي ولا حلت به نقمة إلا بذنب هز عذابك ناتسري إلا بجناح نبي
وكخوي يقول سبحانه وتعالى لو آتوا لآتي تريج فرمي. فأخبر الله تعالى أنه لا يغير نعمة أنعم بها على عبد حتى يكون هو الذي يغير ما بنفسه. يتر حتى وكو بخوي قوران كاري لسر خوي نكا لزيادة طاعة معصية نكا خوي قول سبحانه وتعالى بسري ناقوري فيغير طاعة الله بمعصيه وشكره بكفره وأسباب رضاه بأسباب السخط. فإذا غير عليه كاتك أو تغيير دكا لزيادة طاعة معصية دكا لزيادة الشكر كفر دكا يتر خوي قول سبحانه وتعالى بسري داقوري أو نعمته لسري داقوري. فإذا غير عليه قال أو قوري لسري داقوري جزاء وفاقا بربا بيستي تيسزاكش. وما ربك بظلام للعبيد. بالتأكيد الله تعالى ظلم لهيز لك لبندك إنك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون.